السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وزي ما اتعودنا على مع بعض في اي فيديو نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى عليه وسلم تسليما. النهارده بقى زي ما انتم شايفين البوتاجاز ابشع ما يكون، طبعا ما فيش ابشع من كده بوتاجاز. انا بصراحة سايباه يومين، يعني الليل والنهار، يعني سبته بالليل كده وصحيت الصبح عملت عليه الفطار، والنهارده كده اخر النهار بدأت اعمل فيه ده كده. والله العظيم منظره بالليل والصبح عملت الفطار، يعني بصوا حاجه جميله جميله جميله. اللهم صل على سيدنا محمد. فقلت ايه بالمره بقى اصوره معاكم واحفزكم كده واشجعكم، اللي حابب يوم يعمل البوتاجاز بتاعه يلا بينا. وزي ما انتم شايفين باقي ما تبقى من حلاوه المولد. كل سنه وانتم طيبين. جات لنا قبل مولد النبي يجي باسبوع تقريبا او ب10 ايام، فكانت انتهت على مولد النبي لما جه. زي ما انتم شايفين كده النهارده الراعي اسمي معانا في الفيديو الباور ده بصراحه انا ما بجيبوش الا لما تكون الحاجه عندي الدهون متراكمه عليها جدا، ومفيش حاجه الحمد لله بسيبها تكون متراكمه الدهون عليها قوي الا البوتاجاز. الحوامل بتاعته هي الحاجه الوحيده اللي ما بقدرش ان انا اعملها او ما بعرفش ان انا اعملها. لازم سلكه خشنه جدا اللي هي الاستانلس دي، ومعاها الباور دي بقى بتخلي معايا الحوامل والازاز اللي انا هفكه معاكم دلوقتي بتخليه فله شمعه منوره بمعنى الكلمه. لكن ما بحطش الباور على سطح البوتاجاز خالص، لان انا عندي البوتاجاز استانلس، ولو حطيت عليه الباور هيطفيه وهينقره وهيخليه وحش جدا. كفايه ان انا قرصت من ناحيه الكلور، فبقيت اخاف على البوتاجاز بتاعي طالما ايدي فيه بيبقى زي الفل، مش محتاج باور ولا اي حاجه. ماده تكون يعني قويه ان هي تنضفه، فالحمد لله طالما ايدي فيه على طول هيبقى نظيف. هي بس اللي هعمله معاكم النهارده بالباور الحوامل بتاعه البوتاجاز والازاز بتاع الفرن، وهوريكم كل حاجه. والعيون برده همشي عليها مع انها نظيفه، بس مشيت عليها كده بالباور. نضفتها لي جدا وخليت البوتاجاز ما شاء الله الله اكبر تحفه. طبعا كان في طبقين كده وكوبايتين دول بتوع الفطار، انا ما عنديش مواعين الحمد لله. واللبانه دي بتاعه اللبن. دول بس هغسلهم معاكم، وازازتين الميه برضو هشطفهم، اغسلهم واشطفهم معاكم واملاهم. بس كده دول بالنسبه للمواعين، انا ما عنديش مواعين الحمد لله. مبيت المطبخ نظيف، لكن المواعين الفطار بس هي اللي معايا. بس كده اللهم صل على سيدنا محمد. هغسلهم وهتلاقوني بقى بدات ان انا بقى افك كله العيون والحوامل بتاعه البوتاجاز والحاجات دي كلها فضيها عشان ابدا اعمل حاجه. بس هبدا بالبوتاجاز الاول، وبعد كده هغسل كل حاجه واسيبها تتصفى، وهبدا ان انا ارصها واوريكم ان شاء الله كل حاجه معاكم. في حاجات بس مش تظهر معاكم لاني الباور بقى كان عايز دعك كده وحاجه بالمره، يعني بمعنى الكلمه حاجه بالمره. ففي حاجات ما عرفتش اصورها معاكم، فهتشوفوا شكلها في الاخر البوتاجاز هيكون بينور ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. الباور انا جايباه بتاع ماي واي. في ناس بتبيعه ب10 وفي ناس بتبيعه ب15، مش كله زي بعضه. انا ده جايباه ب10، وبعد ما جيت اسال عليه في مكان تاني لقيته ب15، فده انا جايباه كده ب10 تمام كده. انا ما اعرفش ايه الفرق، في ناس بيقولوا ان في باور مضروب، بس اهم حاجه عندي مش ماي واي ولا مش ماي واي، يعني اهم حاجه ان هو نضف معايا وخلى الدنيا فله كده. بقى المرحله الجايه ان شاء الله هعمل الحيطه اللي ورا البوتاجاز دي بس اللي فاضله لي في المطبخ. الحمد لله كده خلصت البوتاجاز وعملت ورا الحاجه كلها، ورا البوتاجاز ورا الثلاجه ورا الغساله ورا المطبخ. طبعا بعد الواقعه الاخيره اللي حصلت من الغساله فعملتهم مرتين يعتبر. الحمد لله كده الحاجه عندي تحتها نظيف، وتحت التربو وتحت الحوض وتحت الغساله كل ده تحته نظيف. فبالنسبه لي تحت الحاجه نظيف. وكده عملت البوتاجاز، يعني نظفت العيد زي ما بيقولوا يعني. فكده مش عندي حاجه هتتعمل تاني غير الحيطه اللي ورا البوتاجاز لحد فوق هعملها، ومواسير الغاز هشيل الورق الفويل اللي انا حاطاه عليها واحط ورق جديد عشان يبقى الدنيا كده عندي نظيفه، والشباك برده نظيف وكل حاجه تمام التمام. ندخل كده على الشتاء واحنا مستقبلينه باحسن الاحوال وبنظافه كامله يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي بقى بملى الازايز احطهم في التلاجة، وهنبدا بقى مع بعض في البوتاجاز وهنشوف هنعمل ايه. بعد ما اخلص هنا مالي الازايز. الباسكت اللي هو بتاع الكمامه عزكم الله، انا عندي لازم اغسله كل يوم، بس ده ليه ليفه معينه. بصوا في ليفه انا حطاها فوق كده سايبها له دوت للباسكت بتاع الكمامه الصغير والكبير عزكم الله. ما بغسلهوش طبعا بسلكه سلكه المواعين العاديه، لا طبعا، اما لو رميت دي بجيب له السلكه اللي هي البلدي دي، باخد حته على قده وبعمله بيها، وبعد كده برميها في الزباله ما بستعملهاش تاني. زي الحمام كده يعني عزكم الله، برضو الحمام ليه ليفه لوحدها او سلكه، تاخدي حته سلكه وتخلصيها وترميها على طول. ما ينفعش ان انت تستخدميها في حاجه تانية للمواعين او في حاجه تاني بعد الحمام. طبعا كده خليت الباسكت زي الفل، لازم يوميا اعمله.
معلش يا جماعه. فلازم يوميا كده ايه يتعمل عشان ما يعملش ريحه، وبالذات احنا كنا في الصيف، فلازم إن يوميا تتشال منه الزباله وتتربط واغسله. فاهمين ازاي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما خلصت بقى اخد كده معايا الحوض دعكه كده حلوه عشان لو في حاجه ولا كده يكون ايه نظيف. هشطفه بقى، وهبدا اجيب كل الحاجه بتاعه البوتاجاز، وهفك الازاز بتاع الفرن من جوه. اي حد عنده الازاز بتاع البوتاجاز من جوه ومش عارف يفكه، هتلاقي من جوه في مسامير بتتفك بمفك كده. تمام. انا ما اعرفش بقى الانواع كلها زي بعض ولا لا، انواع البوتاجاز زي بعض ولا لا. انا بوتاجاز يونيفرسال، فانا مش عارفه بقيه البوتاجازات نفس المفكات من جوه كانت بتتفك ولا لا. تمام. لو انتم شايفين بصوا الحوامل عامله ازاي، يعني لا تسر قلب حبيب ابدا ولا عدو ولا حبيب. تمام كده. الدهون كانت متراكمه عليها جدا، فقلت ما بديهاش بقى. انا مسكت السكينه وقعدت اكحت بقى لها فتره كبيره جدا. كنت بعملها بالكلور، الكلور كان بينظف معايا جدا الحوامل، لكن حسيت ان هي بدات تغير اللون الاسود، بدا مش عارفه بقاش اسود زي الاول، لا حسيته بدا يغير ويدي لون تاني. تمام كده. بص هنا رشيت الباور عليهم كلهم، على الحوامل كلها، والازاز ده اللي تحت خالص ازاز البوتاجاز اللي من جوه. هوريكم شكله دلوقتي لما افتح باب الفرن، باب الفرن البوتاجاز من جوه. تمام كده. بدات بقى رشيت عليهم كلهم باور كويس، وسبتهم يجي 10 دقايق، وبدات بقى بالسلكه وادعك بقى دعكه اللي هي ده بقى الازاز اللي من جوه اللي بقول لكم عليه. بصوا برده، ورشيت هنا برده في الفرن من جوه، رشيت كده رشه محترمه، سبته برده 10 دقايق. وعلى العيون برده رشيت، لكن على سطح البوتاجاز لا. انا بقول لكم ما حطيتش لا على سطح البوتاجاز، عشان انا بوتاجاز استانلس وبيبوظ البوتاجازات اللي استانلس، بينقرها وبيديها نقط سودا كده. فبلاش منه الباور والكلور على سطح البوتاجاز اللي استانلس. تمام كده. ولا في العيون ذات نفسها العيون عادي بعملها بسلك عادي وبصابون عادي سايل. هنا حطيت صابون سايل وحطيت خل. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده بقى هدي بقى ادعك كده. هو ما فيهوش اي حاجه على فكره، هو بس ايه مجرد الحاجات اللي واقعه على الفتافيت وطرطشه الزيت بسيطه جدا. انا كنت قاليه بطاطس بالليل بس كده، ما علوش اي حاجه خالص. فما شاء الله مجرد ان انا بمشي كده ايدي فبينضف معايا. والخل كمان لو في اي دهون بيسيح بسرعه معايا. الخل من الحاجات التحفه بصراحه اللي بتسيح الدهون بسرعه. اللهم صل على سيدنا محمد. هدعكوا بقى كويس، وبعد كده هقفل معاكم بقى، وهتلاقوني بمسحه واوريكم في الاخر وانا بلمعه. وهبدا احط الفين. طبعا هنا كنت غسلت العيون وسبتها تتصفى، وغسلت الحوامل وسبتها تتصفى، لان انا قفلت معاكم. قعدت اكحت بقى بالسكينه الدهون، وبعد كده مسكت يعني بعد ما عملت بالسكينه كحت كل الدهون، مسكت السلكه بقى، السلكه اللي هي الخشنه اللي مش البلدي دي، لا الاستانلس، مش السلك البلدي، لا السلك اللي هو الاستانلس الخشن ده. ودعكت بصراحه خلالي الحوامل تحفه تحفه بمعنى الكلمه. هتشوفوا في الاخر شكلها عامل ازاي. هنا بوريكم شكل البوتاجاز. احنا بنصلي على سيدنا محمد. الفرن يعني بعد ما قلت هقفله كده واعمل فوق وخلصته، وبعد كده هتلاقوني مسحته ووريته شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي. هنا بقى بعد ما خلصت كله الحوامل بصوا شكلها عامل ازاي، بتلمع اكني البوتاجاز رجع جديد من تاني بجد معنى الكلمه. وعملت العيون دي كمان، رشيت عليها باور وخدتها معايا برضه بالمره. قلت اشمعنى هي بالمره خدتها، مع اني عندي العيون اللي هي المفاتيح دي نظيفه عندي، بس حبيت ان انا بالمره اخدها معايا. تمام كده. اللهم صل على سيدنا محمد. البوتاجاز بصوا بينور بمعنى الكلمه، ما شاء الله الله اكبر.